السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل مع بعض النهاردة شاورمة اللحم. جبت هنا البولة بتاعتي وحطيت فيها كده ربع كوباية من الخل، وعندي البهارات ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة وبابريكا، وعندي علبة زبادي صغيرة هحطها عليهم بالشكل ده، وهخلط ده كله كده مع بعض لغاية ما يمتزجوا. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وعندي هنا كمان خلطة بهارات الشاورما، هقلب ده كله كده مع بعض، وهحضر معايا كمان ربع كوبايه كده من الزيت بالشكل ده. بعد كده هجيب اللحمه بتاعتي واحاول ان انا اكون مقطعاها قطع رفيعه طويله كده ورفيعه عشان تستوي معايا بسرعه. هحطها بقى على الخليط ده كله وهقلبها مع الخلطه الجميله دي، وهحاول اسيبها من 3-4 ساعات، ولو باتت ليله من قبلها تبقى طعمها جميل قوي بالشكل ده. ما شاء الله تحفه يا جماعه. بعد كده هجهز صينيه عندي واحط فيها شويه من الزيت، وانزل باللحمه واحده واحده كده علشان الطاسه ما تبردش لغايه ما اللحمه تدخل في السوا. هكون مجهزه الخضار بتاعي، بصل وفلفل وطماطم، وحطيت هنا عندي ربطه من الخضره، انا حطيت بقدونس، وهقلب ده كله كده مع بعض. جبت هنا شويه كمان من النعناع الناشف، هفركهم كده بايدي واحطهم عليها. ما شاء الله روعة يا جماعة، كانت جميلة. اتمنى ان انتوا تعملوها باذن الله. وهقلب ده كله لغاية ما البصل يعني يدخل في السوا شوية. بس كده خلصت الشاورما بتاعتي. عملت جنبيها شوية من الطحينة وبس. جبت العيش الكايزر بتاعي هحطه كده على الشاورما عشان ياخد من طعمها، وهبدأ احط بقى الطحينة والشاورما. يا ريت نضغط لايك ونشترك في القناة. اتمنى الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم باذن الله. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الصيف يا جماعة عاوز سندوتشات وعاوز اكلات خفيفة، ودي من الاكلات اللذيذة جدا اللي ولادنا كلهم بيحبوها. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم باذن الله، واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله، وبالهنا والشفا. مع الف سلامة.